عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد في قناة شهوات أم أريج. اليوم إن شاء الله ضمن سلسلة وصفات رمضان، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. غنقدم معكم العسل اللي كيجي ناجح 100%. وكيف ما كتعرفوا أن العسل هو سر نجاح المعسلات كاملة، يعني الشباكية أو بوشنيخة أو المقروط أو السانطير، يعني جميع المعسلات كلها. الى نجح معنا العسل غتنجح معنا حتى هي. نتمنى انكم تتبعوا النصائح والخطوات اللي غادي ندير معكم باش ينجح معكم 100% وفرجة ممتعة. ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. عندنا كما كتشوفوا قالب ديال السكر اللي فيه 2 كيلو، وعندي سنيدة حتى هي فيها 2 كيلو. اليوم غندير قياس كبير، يعني خاصني 4 كيلو ديال السكر، وعندي حامضة كبيرة اللي قطعتها طروفة كما كتشوفوا، يعني فلحتها هكذا، وعندي شوية ديال المسكة الحرة وعويدات ديال القرفة والماء. درت هنايا 2 يطرو ناقص كاس ديال العنبة، يعني 2 يطرو قل الكاس عفوا. بالنسبة للطريقة، كنشد السكر، قالب ديال السكر كنديروه في طنجرة الضغط ضرورية من الافضل، كنخوي عليها هذاك الماء. كيف ما كتشوفوا ان السكر ما بقاش كيف ما كان، داك السكر اللي كان كيجي قاصح ما كيبغيش يذوب، هذا راه دغيا كيذوب. يعني ان فوا كنخوي عليه الماء كيف ما كتشوفوا كيهبط بحال سنيده، يعني ماشي غياخد معنا وقت طويل باش يذوب، ساهل جدا دغيا غادي يذوب. وغادي نزيد حتى سنيده. انا هاد المره يعني دائما كيجيوني تساؤلات ان العسل بسنيده كيطلق الماء كيجي ماشي هو هذاك، لكن لا بالعكس. انا داكشي علاش اليوم فضلت انني ندير لكم القالب وسنيده بجوج، وغادي تشوفوا النتيجه ان شاء الله غادي تجي ناجحه 100%. كيف ما كتشوفوا خليته حتى داب، وزدت عليه هذاك الحامض والقرفه، وغادي نسد عليه في طنجره الضغط. غادي ندير لها حتى الصفاره ديال الكوكوط ونحطها فوق البوطه، يعني غير تبدا تصفر لينا الكوكوط. كنقص العافيه تكون متوسطه، يعني ماشي مهيله بزاف وماشي مجهده، يعني تكون متوسطه. نحسب ليها 45 دقيقه ونطفي عليها. بالنسبه لهاد المسكه الحره غادي نوريكم اشنو غادي نديرو بها. كيف ما كتشوفوا من بعد ما داز 45 دقيقه ويعني غير صفرات الكوكوط نقصنا ليها العافيه تكون متوسطه، كيف ما كنعاودها وكنكررها، هذه نقطه مهمه. كتشوفوا الحامض كيفاش كيولي معنا، يعني كيولي كراميليزي، كتولي القشره قاصحه واللون ديالها مارو. يعني لما وصلش لهاد الدرجه هذه من الافضل عاودوا ردوها للبوطه. من بعد غادي نشد هذيك المسكه الحره اللي دقيتها مع شويه ديال سنيده، يعني واحد 3 الحبات ديال المسكه الحره ماشي بزاف، وغنزيدها فوق هذاك العسل، وغادي نولي نردها فوق البوطه. طلع لنا فيها غير الغليه، يعني واحد الغليه وحده صافي، ونطفي عليها ونسدو على العسل ديالنا حتى لا غد ليه تيبرد مزيان عاد نخدمو به. العسل دائما نخدموه، يعني نصاوبوه ليله قبل من نخدموا المعسله ديالنا، يعني شباكيه ولا اي حاجه. العسل دائما نسبقوه بليله قبل باش كنشوفوا واش صدق معنا 100% ولا لا. ماشي حتى نديروه فوق الشباكيه ديالنا وصدقنا يولي بحال سنيده تسكر لينا المعسله ديالنا. اللهم دائما ليله قبل. كيف ما غادي تشوفوا معايا، انا كنت خدمته في الليل وخليته حتى لغد ليه في الصباح، يعني عاد طليت عليه كيف ما كتشوفوا معايا ولا عاقد. يعني راه هكذا باش كتعرفوا ان العسل راه نجح معكم 100%. ما يكونش خفيف وما يكونش ثقيل بزاف عاوتاني اللي نهبط فيه المغرفه ما تبغيش تهز ليا. الا درتو قاصح بزاف يعني عاقد، غنجيب كاس ديال الماء طايب وغنخويه عليه ونخليه يطلع فيه واحد الغليه ونطفي عليه. الا بان ليا خفيف، يعني دابا حليت عليه وبان ليا خفيف بزاف، يعني غادي نعاود نديرو فوق البوطه، ما نسدش عليه، نخليها محلوله، يعني طلع فيها الغليه، يعني تحسي بها شويه قصح شويه ونطفي عليه صافي. ها هو وجد معنا. هذا هو العسل كما كتشوفوا، يعني
كيجي رائع جدا وكيجي ناجح 100%. يعني ما تخافوش منه، تبعوا غير الخطوات اللي قلت لكم وان شاء الله يصدق لكم 100%. دابا غادي ندوز، بغيت نشارك معكم واحد الطلبيه. انا دائما بغيت نبقى نشارك معكم بحال هكذا اي وصفه، نشارك معكم طلبيه. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، هاد الطلبيه هذه فيها 1.5 كيلو ديال اللوز اللي فيه هاد الوصفات كلهم راه حطيتهم معكم. السيده شافت عندي هاد الطلبيه قالت لي بغيت بحال هكذا، يعني درت لها نص كيلو من الشكل، نص كيلو من ديال هاد الحليوه هاد ديال اللوز اللي فيها هاد الورده بالبيستاج، وهذيك الكعبه والكحك. يعني هنا المجموع 1.5 كيلو. حسبت ليها الكيلو، حسبته لها ب140 درهم للكيلو، تما عندي 1.5 كيلو. الشكل يعني الطلبيه الثانيه اللي هي الصابلي، هذا كلشي راه كنت وجدته معكم في القناه، وهذا حتى هو راه حطيته معكم في القناه، لكن الشكل هذا ما حطيتوش، ولكن شي حاجه عاديه يعني غير الشكل اللي مغير وصافي، يعني نفس التعليكه وكاوكاو مهرمش والموتيف ديال الشكلاط وصافي. هادشي اللي كاين. هذه حتى هي فيها 1.5 كيلو. كنحسب اليوم هاد الصابلي هذا مفيني بالكاوكاو كنحسبو ب70 درهم. هنايا الكرتونه عندي فيها 1.5 كيلو. وعندنا هنايا الشباكيه اللي هي فيها 2 كيلو. السيده طلبت ليا 2 كيلو. هاد الشباكيه ان شاء الله غادي نشاركها معكم، حتى هي كتجي ناجحه ورائعه جدا. غادي نحطها لكم بالطريقه كيفاش شبكتها مع المقادير، مع طبيعه الحال النصائح باش تنجح معكم، وكتجي مرمله وهشيشه ومعلكه مع العسل حتى هو كينجح 100%. يعني كتجمع العسل مزيانه زائد المقادير زوينين كتعطينا واحد النتيجه رائعه. هنا عندنا 2 كيلو ديال الشباكيه هذه حسبتها لها ب80 درهم. كيف ما كتشوفوا معايا هذه هي الطلبيه، كنتسنى غير مولاتها تجي ليها. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتعجبكم هذه الفكره اللي درت معكم. اي حاجه بغيتوها حطوها ليا في الكومونتير، وان شاء الله نحاول انني نشاركها معكم. ولا كنتي اول مره كتشوفي القناه ديالي، كنتمنى انك تشتركي معايا، تخلي لي تعليق ديالك كيف ما بغى يكون مرحبا به. كنتمنى هذا الفيديو يكون خفيف على قلوبكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.